إحالته على شرف المهنة، والجميع سيمر بهذه المرحلة، ولكن هي مناسبة وبادرة طيبة دأبت على تنظيمها إدارات التربية والتعليم بالمكناسي بالابتدائي وبالثانوي لتكريم هؤلاء. الأخت بثينة ستعطيكم لمحة عن برنامج هذه التظاهرة. شكرا على الحضور، مرحبا بكم في دارنا. اليوم سوف نحر ثم توزيع الهدايا على الحاضرين، وقبل ما نوزع الهدايا عندنا مداخلة أخرى غنائية للتلميذة إسراء الرداوي. وشكرا ثم للمؤسسة واحترامي لزملائه المربين والعملاء والأولياء والتلاميذ، وكان بحق نعم الأخ نعم الصديق الذي يحب الخير للجميع ويسعى جاهدا لتذليل كل الصعوبات التي تعترضنا في عملنا اليومي بحكمة وتبصر ومسؤولية. فشكرا وألف شكر لأخي العزيز الذي كان لي خير معين في عمل الإداري طيلة 3 سنوات عملنا مع بعضنا على رفع راية مؤسستنا عاليا، وحققنا مع بعضنا إنجازات متميزة. كانت السنة الماضية سنة حافلة بالأنشطة الثقافية، نظمنا تحية العلم الأيام المفتوحة. زملائي وبل الزملاء معناها كيما سي عبد العزيز أنا والإخوة المتقاعدين، أنا باسمي واسم النقابة العامة جيت باش نحضر معاكم وكل شرف صراحة. أولا لأني ولد هالجهة، واثنين لأني ولد هالمدرسة. المدرسة هذه أول ما قريت فيها ما قريتش فيها، ولكن أول ما تحلت المدرسة هذه إلا وجيت جينا سنة 5 وقتها ولا سنة 6 سي عبد العزيز تذكر، وجينا باش هذاك علاش أنا كي جيت كل شرف. أولا كما قلت أني ولد الجهة، واثنين لأني ولد هالمدرسة هذه، وثلاثة أني أنتمي إلى هذا القطاع الكبير العريق اللي الانتماء ليه معناها راهو شرف كبير، والانتماء كيف الاتحاد العام في الشغل هو شرف أكبر. هذاك علاش زملائي أنا كي جيت اليوم باش وبكل اعتزاز وفخر على أن من الزملاء، وتمنيت أن كل الزملاء معناها راكم ملمدين من كله، راهو كان احتفال كبير باش نجموا نحضروا مع كل خيان. تو كما نسمع امس رضا غبر، سمعت امس العشيه وانا ماشي من قابس لتونس، هذاك علاش ما نجمش نرجع له وعندي التزام في تونس. هذاك علاش اليوم قلنا لابد ان نحضروا للاخ حسين السعيدي. جيت قلت لكم حبيت لان ثم مسائل جوهريه نحب نقول لكم عليها. قطاعكم كي وصلنا للمكاسب اللي كنا عاملينها في مطالبنا اللي هي على الاقل التقاعد على قاعده. حاجه ثانيه لم اتعود على مثل هذه الاجواء الحميميه، معناها مانيش متعود عليها. موالفين من نجوا الاجتماعات نعارك وكذا مانيش متعود. قلت له من الاول ما تعطينيش. حسيت ان شاء الله مبروك عليك ونشوفوك بصحه جيده، وان شاء الله ننجو على منوالك ونقتفي اثارك، لانه ما تحقق يعود الفضل فيه اولا واخيرا الى من احيل الى التقاعد، لانهم تمسكوا بهذا المكسب واصروا على الانتفاع به، فلم يكن من النقابات الا ان تمسكت بدورها بهذا المكسب، ونجحنا بعد هياط ومياه في تحقيق هذا المكسب الذي يجرف عكس التيار. الدنيا الكل ماشيه في الزياده في سن التقاعد، نحن نقص. ان شاء الله مبروك عليك، وان شاء الله نشوفوك في ساعه سعيده، وان شاء الله بصحه جيده، وان شاء الله تتهنى بالتقاعد نتاعك ويعطيك الف صحه. بسم الله. بدءا لابد ان احيي زميلاتي وزملائي اللي كانوا سبب في تجميع المجموعه النيره اللي ما سلمتش عليهم، يسامحونا توصل عليكم بعداش. نحييكم فعلا تحيه خالصه، واشد على ايديكم باعتبار ما زلتم واصلين في تكريس السنه الحميده اللي يتميز بها قطاع التعليم الابتدائي، الا وهي تكريم زملائنا وزميلاتنا اللي يتحالوا على شرف المهنه. طبعا احنا نفتخر بهذه السنه وندعمها، لأنها على الأقل فرصة تجمع بين كل الزملاء والزميلات اللي تقاعدوا منهم واللي ما زالوا مباشرين العملية، ما زالوا مباشرين وما زالوا شباب، واللي كذلك غادروا وما زالوا كذلك نحس فيهم أنهم شباب.
وجوه برشا نشوف فيهم مازالت تبارك الله عليهم شباب، بدءا من سي محمود، سي الجمعي، سي الازهاري، سي بالقاسم، كلهم مازالت تبارك عليهم شباب. ايضا زميلاتي وزملائي اللي ساهموا في تجميع المجمع هذا معلي اللي نحييهم مرة أخرى، ونقول أنه كنا تقريبا باش تمروا على هذا الصراط، هذا الطريق، لابد أن يجي يوم باش نتقاعدوا باش نحاول على شرف المهنة. خونا حسين للتذكير عرفته في 76 درسنا بعضنا في مدينة صفاقس في ليكول نورمال. نشوف في برشا زملاء درسوا في مدرسة ترشيح المعلمين بقفصة اللي هي قرب السجن أيام زمان، ومنفى تقريبا توا هي تبارك الله ولت يعني مجمع لكليات ومعاهد عليا وتبارك الله. على كل هو ذكرني بأيامات عجاف، لكن أيامات سمحات وعشناها مع بعضنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين. زميلاتي زملائي، حضرة السيد الكاتب العام للنقابة العامة، حضرة السيد الكاتب العام للنقابة الجهوية، حضرة السيد الكاتب العام للنقابة الأساسية، أيها الحضور الكريم، قضيت في التعليم حوالي 36 سنة، وعلمت أجيالا بعد أجيال، ودربت الكثيرين على الجرأة وحسن الكلام، إلا أنني اليوم أجد نفسي عاجزا عن التعبير عما يخالج نفسي من أفكار ومشاعر وأحاسيس نحوكم، فشكرا لكم. إن أعز ما اكتسبت في هذه المؤسسة وغادرتها وهو من فك يلازمني هو الاحترام المتبادل. نعم، الاحترام الذي حظيت به في قلوب الجميع. هذا الحبل المتين حضر المودة بيني وبين جميع الزميلات والزملاء والمتعلمين وأولياء أمورهم والمسؤولين. هذه القيمة الإنسانية الجليلة ما هي إلا تقدير وعناية والتزام ورفعة وعزة وشموخ. علينا أن نكسب هذه الميزة وأن نتحلى بها، فهي التي تكسبنا محبة الآخرين وبالتالي تسهل علينا التواصل معهم. أخواتي، إخوتي، إن الالتزام والانضباط هو طريق النجاح، وفي إتقان عملنا إثبات للذات، والتحلي بالخلق الحسن وحسن المعاملة أهم ما يساعد على تحقيق ذلك. فكونوا قدوة وموضع تقدير الجميع، ذلك أن حسن المعاملة من حسن التربية. أعزائي، لقد خضنا نضالات عديدة في محطات متنوعة، حدانا في ذلك التوافق والانسجام والتضامن والتفاهم، فضربنا أروع الأمثلة في الإصرار على بلوغ الهدف. وبما أنكم مميزون فانشدوا دوما التجديد، واسعوا إلى تطوير أدائكم بالبحث والدراسة، لا تنتظروا الجزاء والشكر من أحد على عمل قدمتموه، بل فقد لا يكافئ المثابرون، ولتكن غايتكم رضا الله لا رضا الناس، واتقوا الله أينما كنتم. لقد كنتم لي الأخوة الذين أتنفس حنانهم وعطفهم، والأصدقاء الذين أضلوني بنصحهم وحبهم وكرمهم. أشكركم زملائي على هذا التكريم، وأدعو الله أن يسدد خطاكم ويوفقكم في حياتكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا، وأن يجعلها في ميزان حسناتنا أعمال خالصة لوجهه عز وجل. قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا يعطيك الصحة سي حسين على هذه الكلمات المعبرة. نجدد ترحابنا بالسيد محمد العربي حمادي رئيس مصلحة الشؤون الثقافية بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد والوفد المرافق له الذين يشرفوننا في مدرسة شارع برقابة بالمكناسي لحضور تكريم المربي الفاضل سي حسين السعيدي. والكلمة لك سي محمد العربي. صح، شكرا بارك الله فيك. نحن ككل مناسبة نحاول ديما معناتها نواكب التظاهرات هذه، تظاهرات تكريم المربين اللي أفنوا العمر معناتها في تدريس أبناء التلاميذ وفي مسيرتهم المهنية. اليوم نحضر نيابة عن السيد مندوب وزير التربية وباسم مدير المرحلة الابتدائية السيد حسين العكرمي باش نمثل إطارات المندوبية الجهوية للتربية وخاصة إطارات المرحلة الابتدائية. إن شاء الله السيد حسين السعيدي